كلنا بنعيش اللحظة دي. دماغك شغالة 24 ساعة، تفكر في كل كلمة، كل تصرف، كل احتمال. تحس إنك مش قادر توقف التفكير حتى لو حاولت. بس محدش قال لنا إن التفكير الزايد ده مش دليل ذكاء، ده دليل خوف. العقل البشري بيتبرمج على الحماية، ولما يحس بخطر يبدأ يحلل ويفكر ويعيد نفس الموقف 1000 مرة، مش علشان يوجعك، علشان يأمنك. بس اللي هو مش فاهمه إنك دلوقتي مش في خطر فعلا، إنت في دايرة خوف وهمي اسمها overthinking. التفكير الزايد بيحصل لما الأمان جواك مش ثابت، يعني لما تبقى مش واثق في نفسك أو في اللي حواليك. عقلك يحاول يعوض ده بالسيطرة على كل حاجة حواليك، يفكر في كل تفسيرة كأنه بيقولك لو حسبتها صح مش هتتأذي. لكن اللي بيحصل العكس، كل ما تفكر أكتر تتعب أكتر وتضيع منك اللحظة اللي المفروض تعيشها. بس السؤال هنا هو، أنت فعلا بتتحكم ولا بتحاول تسيطر على حاجات أصلا مش بإيدك؟ إحنا ساعات بنفكر كتير مش علشان الموقف يستاهل، لكن لأننا مش حاسين بالأمان. لما تبقى واثق في نفسك، في اختياراتك، في ربنا، عقلك تلقائي بيهدى، لأن الأمان مش جاي من الإجابات، الأمان جاي من الثقة. في فرق كبير بين إنك تستخدم عقلك وإن عقلك هو اللي يستخدمك. ساعات لازم تعرف إمتى تقف وتقول لنفسك كفاية تحليل، دلوقتي وقتك إنك تعيش. وخد بالك، السكوت مش دايما ضعف، أوقات الصمت هو اللي بيشفي. لما تسكت دماغك شوية بتبدأ تسمع قلبك، وقلبك عمره ما هيخونك، لأنه هو اللي ربنا زرع فيه السكينة اللي بتدور عليها بره. ولما تتعلم تمشي مع الفكرة مش ضدها، هتكتشف إن الهدوء مش في اختفاء الأصوات، لكن في إنك تبقى جوه الزحمة ومطمن. والحل مش إنك تبطل تفكير، لأن ده مستحيل. الحل إنك تعرف إمتى تقف وتسيب الأمور تمشي، تعرف إن مش كل حاجة لازم تفهمها علشان تكون بخير. ساعتها بس هتحس إن دماغك بدأت تهدى، مش علشان المشاكل اختفت، لكن لأنك بطلت تحارب كل فكرة تعدي عليك. العقل زي البحر، مش لازم تمنع الأمواج، كفاية تتعلم إزاي تعوم جواها من غير ما تغرق. ولو الكلام ده لمس فيك حاجة، اعرف إنك مش لوحدك، وإن دايما في طريق ترجع بيه لنفسك. كلنا بنعدي بمراحل شبه دي، بس الفرق في اللي بيقرر يكمل بحب ووعي. تابعني علشان دايما تلاقي كلام يطمنك، وكلمة تفكرك إنك لسه بخير، ولسه فيك حياة تستاهل تعيشها صح.